الصن سكرين ده مكتوب عليه انتي شاين، بس هل فعلا مش بيسيب لمعة على البشرة؟ جربت منتجات فيكيشن، تعالى اقول لكم رايي فيها بكل صراحه. اول حاجه جربتها هو السان سكرين ده من فيكيشن. هو كريم جل مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه. اللي لفت نظري فيه انه خفيف جدا، مش بيدهن، ما فيهوش عطور، فمناسب كمان للبشره الحساسه. هو مكتوب عليه انتي شاين، بس بصراحه بيسيب لمعه بسيطه على البشره، مش مزعجه خالص، نحس كده انها لمعه صحيه. حمايته قويه قوي بصراحه. انا جربته في الشتاء، ما جربتهوش في الصيف لسه، هجربه في الصيف واقول لكم رايي. تاني حاجه جربتها هو الغسول ده من فاكيشن. مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة، في زيت شجرة الشاي وفي سلسليك أسيد ونياسيناميد، فبينضف البشرة كويس قوي. كمان بحس إنه بيهدي الحبوب الملتهبة. في سيرامايد، فعلشان كده مش بيسيب البشرة ولا مشدودة ولا ناشفة، فمناسب قوي نستخدمه في الشتاء. في الشتاء بنبقى محتاجين غسول ما ينشفش البشرة. بالنسبة بقى لكريم التفتيح ده، فهو جل وخفيف جدا على البشرة، مكوناته قوية قوي في التفتيح، في ترانكزاميك أسيد وفي كوجيك أسيد وكمان ألفا أربيوتين. لاحظت منه فرق بعد شهر بالظبط، مش بس في التفتيح لكن كمان في آثار الحبوب البني اللي بتسيبها الحباية بعد ما تروح. بالنسبة بقى لشامبو القشرة بتاع سيرلون، من أحسن شامبوهات القشرة المصري، فيه ساليسيليك أسيد وفيه مستخلص أوراق شجرة الشاي وبيروكتون أولامين. الميكس ده حلو قوي خصوصا للقشرة الدهنية. على فكرة علاج القشرة ما بيبقاش في شامبو بس، علاج القشرة بيبقى روتين وعلى حسب نوعها. لو حابين تجيبوا المنتجات دي هتلاقوها على ويب سايت دكتور داهود ستور، وعليها خصم حلو جدا دلوقتي. كمان في كود خصم خاص بيا هيديكوا خصم إضافي.